مبادرة تستحق الثناء نفذتها مجموعة شبابية وصفت نفسها بالمستقلة، وأثمرت على مهرجان للقراءة هو الأكبر في محافظة ديالى بعنوان أنا عراقي أنا أقرأ، الذي يقيم في حدائق بين الجسرين وسط مدينة بعقوبة، وقد ضم أكثر من 5000 كتاب من مختلف المجالات غالبيتها أدبية ووزعت مجانا على الحضور. هذا المهرجان هو المهرجان الرابع لمهرجان أنا عراقي أنا أقرأ. فالمهرجان كان كلش رائع والحضور كلش أروع من قبل الشباب وكبار السن، وكذلك الحضور من قبل يعني الشباب الذكور والإناث، وهذا دليل على أن هنالك وعي وتقدم فكري بالنسبة إلى الشاب العراقي. فاقتناء الكتاب ودلال للقراءة لملء الفكر وروح الأدب والقراءة، فهذا يدل على أن نبذ العنف والاتجاه إلى الثقافة الفكرية والقراءة. القراءة دلالة على الوعي وتزيد من إمكانية الإنسان الثقافية والعلمية، وتظل القراءة هي المنفذ الوحيد لتطوير وعي الإنسان رغم من وجود وسائل التواصل الاجتماعي، لكن القراءة لا يمكن تعويضها. وبالقراءة تتقدم الشعوب، ومن خلال القراءة تتوسع رؤية الإنسان، ومن خلال القراءة يزداد إدراك الناس ومعرفتهم بما يجب. المهرجان هو الرابع في محافظة ديالى، وقد لاقى إقبال من مختلف الشرائح ووزعت فيه أغلب الكتب الذي ابتعد الكثير عن قراءتها. ورغم أن محافظة ديالى ملتزمة بالدوام وينشغل غالبية أبنائها بقراءة هذه الكتب، ومهرجان أنا عراقي أنا أقرأ جسد أهمية كبيرة للقراءة والفنون بين جميع طبقات المجتمع، الكبار والشباب والصغار على مختلف المراحل الدراسية، وهذه خطوة جميلة وجريئة ومبدعة من قبل اتحاد أدباء ديالى بتوفير الكتب مجانا في جميع المجالات الاقتصادية والثقافية والأدبية والعلمية والتكنولوجية، ولاحظت كتب حول المسرح. وقد شاركت بهذا المهرجان ب9 مجموعات.